انا جاي النهارده اقول لك عن افضل 10 بودكاستات انا بسمعهم في يومي وفي حياتي بصفه عامه. واول بودكاست معانا وفي المركز العاشر هو بودكاست الكوميدي كبرني. وزي ما قلت هو بودكاست كوميدي بيقدموه اتنين من الناس التقيله جدا في الستاند اب كوميدي، وهم بولا سمر وريم نبيل. وقعدتهم مع بعض لذيذه جدا وفاهمين الهزار بتاع بعض، واغلب الضيوف بتوعهم بيبقوا خفاف على القلب جدا ولذاذ. بودكاست خفيف لذيذ تسمعه وانت بتعمل حاجه، وتقييمي ليه هو 7.5 من 10. بعد كده في المركز التاسع بودكاست اي بي توكس، وهو بالمناسبه من اشهر البودكاستات العربيه. تقديم انس بوخشاش، وبيستضيف نجوم عرب وعالميين مشهورين جدا، وبيتكلموا في مواضيع حياتيه ونفسيه بشكل كبير. وبصراحه البودكاست ده مفيد جدا نفسيا بالنسبه لي، وتقييمي ليه هو 7.5 من 10. بعد كده في المركز الثامن بودكاست نصوحي، وهو بودكاست كروي ترفيهي بيستضيف اسماء ولاعبين كبار جدا زي ميدو وناس كتير قوي. بيبقى مسلي جدا للناس اللي بتحب كره القدم، وتقييمي ليه هو 8 من 10. بعد كده في المركز السابع بودكاست كفايه بقى، بيقدموا الستاند اب كوميديان المعروف علاء الشيخ، ورايق قوي بصراحه وبيضحكني جدا. بيتكلم عن مواضيع حياتيه بشكل كوميدي ولذيذ جدا، بس خد بالك ان هو فوق 18 سنه. وتقييمي لبودكاست كفايه بقى هو 8 من 10. بعد كده في المركز السادس البودكاسترز، تقديم ياسر زارو وكريم ريحان. في الاول البودكاست ده كان ترفيهي فقط وبيستضيفوا ممثلين بس، بعد كده واحده واحده بدا ان هو يبقى علمي وترفيهي ومفيد. بيتكلموا في مواضيع كتير جدا وانصحكم بيه بصوره كبيره قوي، وتقييمي ليه هو 8 من 10. نخش بقى على التوب 5 واكتر 5 بودكاستات انا بحب جدا اللي انا اسمعهم. في المركز الخامس بودكاست كلام من لهب، اللي بيقدموا اتنين من اتقل الستاند اب كوميديانز في مصر، وهم محمد اشرف وفكري طار. وبصراحه البودكاست ده من فتره ما كانش من التوب 5 بالنسبه لي، بس بعد الحلقه بتاعت علاء مرسي اللي نزلت على اليوتيوب، البودكاست ده خطير يا جماعه، حرفيا ما بقاش بيعدي يوم من غير ما اسمعه. انصحكم جدا بالحلقه بتاعت علاء مرسي، بصراحه تحفه فنيه. وتقييمي للبودكاست ده هو 8.5 من 10. وفي المركز الرابع بقى بودكاست لسه معمول جديد، وبصراحه بالنسبه لي حلو جدا، وهو بودكاست ماتش ودي لعمر خالد. ده اكتر بودكاست بتابعه الفتره الاخيره، وبصراحه جبار، وجايب يوتيوبرز مشهورين جدا ومعروفين في الحته بتاعتهم، وهم محمود مهدي ويحيى عزام وناس كتير قوي. وهو بالمناسبه على عكس اسمه مش بودكاست كروي. وتقييمي ليه هو 9 من 10. نخش بعد كده على التوب 3 وافضل 3 بودكاست انا سمعتهم في حياتي. في المركز الثالث بودكاست المصطبه لاحمد ابو زيد. حرفيا يا جماعه ده اكتر بودكاست انا استفدت منه بشكل كبير جدا في حياتي، علشان بمنتهى البساطه هو بيستضيف اشخاص ناجحين جدا في المجالات بتاعتهم، وبينقلوا لنا الخبرات بتاعتهم. وتقييمي ليه هو 9 من 10. بعد كده بقى نخش على المركز الثاني والبودكاست اللي انا كنت محتار جدا احطه في المركز الثاني ولا في الاول، بس بصراحه بعد تفكير كبير جدا قررت ان انا احطه في الثاني، علشان الاول ده انا اكتر بودكاست بسمعه، وهو بودكاست اشتري مني. حرفيا من اقوى وافضل واقدم البودكاستات اللي اتعملت في مصر، بيستضيف نجوم كتير جدا وبيطلع منهم ضحك مش طبيعي. تقييمي ليه هو 10 من 10 من غير منازع. المركز الاول بقى معانا اكتر بودكاست محبب لقلبي، علشان بيتكلم في الحته اللي انا بحبها وهي السينما، وهو بودكاست الحصاد، تقديم محمود مهدي وماهر موسى. حرفيا اكتر اتنين انا بحبهم في المجال بيعملوا بودكاست سوا. هو للاسف البودكاست ده مواعيده مش ثابته، يعني ممكن يبقى كل شهر او كل شهرين، بس مع ذلك بيكون مغطي وزياده للاحداث بتاعه المسلسلات والافلام. وتقييمي ليه هو 10 من 10. وفي الاخر يا ريت لو الحلقه دي عجبتكم ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للشانل عشان يوصل لكم كل جديد بقدمه. اشوفكم على خير في حلقات كتير جدا جايه، وسلام.